السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للساعة الإضافية خوا أنا ما غتزيدني في العمر، ما غتنقص ليا في العمر. أنا الساعة الإضافية ديالي كنقولها مرارا وتكرارا، هما تنقصوا لينا في الأسعار حيت حنا مقبلين على شهر رمضان، ماشي تنقصوا لينا حنا بالساعة. اش غنديروا حنا بالساعة زايدة ساعة ناقصة؟ هادي في الصالح ديالكم نتوما. حنا وقت ما عندنا ربح، وقت ما نعسنا ما عندنا ربح. عندكم الربح نتوما خدامين المصالح ديالكم فقط. اما الشعب راه ما بلا الثروات كاع كليتوها عباد الله، ما حشوماش عليكم. حنا دابا قابلتونا غتلهيونا تاني بهاد الساعه، نزيدوا ساعه نقصوا ساعه. منذ سنوات نتوما كتزيدوا بهاد الساعه وتنقصوا الساعه، ما حشوماش عليكم. حنا بغينا الساعه اللي غتزاد وغادا تنقص هي تنقصوا لينا في ارتفاع الاسعار. راه رمضان هذا الخوت، راه ما عندناش باش نفطروا، الله يرحم لكم الوالدين. حنا بلا الثروات السمكيه البريه عندنا جوج بحور عباد الله، حتى بحر ما استفدنا منه، كلشي كيخرج للاتحاد الاوروبي لامريكا. اما اخوات الساعه الاضافيه اللي كيزيدوا ونقصوا، الله يا خويا انا ما مسوق ليه كيف زدتوها كيف ما زدتوهاش. هو راه النهار ديال الله والليل ديال الله. الساعه راه مضبوطه جرينيش، الساعه كاينه الناس تبارك الله اللي واصلين. اما بالنسبه لنا كشعب مغربي مقهور من جهه الغلاء، سالتي كنوجه للحكومه الخوت بغيناكم تنقصوا لينا في الاسعار ولا وحيدوا علينا هاد الساعه بلا ما تبقاو تزيدوا فيها وتنقصوا فيها. راه بنادم كياكلها في الدقه خويا. السلام عليكم خويا. بالنسبه خويا لهاد الساعه الاضافيه اللي كيحيدوها ملي كيقرب رمضان وكيزيدوها من وراء رمضان، الصراحه الناس كتخربقهم كيكونوا كنديو على هاد الساعه. ملي كنحيدوها لينا بعد بس كنتعطلوا على الخدمه ديالنا. الناس كيبقاو حافظين الساعه الاخرى، كيبقاو ناعسين. شحال من واحد وقع ليه مشكل في الخدمه على حساب هاد الساعه اللي دابا اللي كتحيد. يخليوها يحيدوها، ماشي يبقاو كل عام هاد العام يحيدوها، هاد العام يزيدوها. راه الناس كتخربق، حتى الوليدات في المدرسه مساكن كيتخربقوا، كيكونوا ينوضوا مع ساعه ويرجعوا يمشوا مع ساعه اخرى ثاني. يعني ما كتبقايش حافظه بعد باش وليداتنا راه كيبطلوا المدرسه. ما كنبقاو غاديين على الساعه الاولانيه كنولفوها. وهي في الصراحه في رمضان حنا اصلا كنعسوش، كنبقاو فايقين حتى كنتسحروا، لان ما كنقدروش نتيقوا في الساعه، لان كنولفوا الساعه الاخرى. ما كنبقاوش نعرفوا شنو كيوقع، خاصنا نبقاو فايقين حتى نتسحروا عاد نعسوا. هي الصراحه حنا ما كرهناش كيخليوها يحيدوها، المهم يديروا فيها حل، ما يبقاوش كل مره يحيدوها كيكرفسوا المواطنين. الشعب المغربي راه كيتكرفس في هذه الساعه صراحه. المسؤولين انهم صراحه يشوفوا بعين الاعتبار المواطن المغربي راه الضر، ويشوفوا على حساب الغلاء المعيشي، وهذا النقص اللي غيكون في الساعه يكون في ان شاء الله في الاسعار في رمضانيه. لو مأثرة فينا خويا الساعة هادي، من نهار زادوها وهي مأثرة فينا. أنا كنفضل تبقى ديما ناقصة، والله ديما تبقى ناقصة، لأن كتخربقنا بزاف. والله وصعبي في التوقيت، يعني في التوقيت ولات مثلا دابا الشمس ما كتمشي حتى لواحد الوقت، الليل ما كيخليو فيه والو. بزاف اصاحبي بزاف. الدراري الصغار كيخرجوا الصباح، وليدات صغار ديال ليكول كيخرجوا في الظلام. هادشي ما هوش والحياة ملي كيبان لك دري صغير في الليالي عباد الله غادي خارج غادي للمدرسة وشادهم وباقي فيه الناس وفي الظلمة صاحبي. الظلمة تخش المدرسة تمشي لها في الظلمة صاحبي، وعاد زيد الخدامة اللي كيتكريسوا في داك الصباح وفي الظلمة. يعني حتى 8:04 ولا 8:03 عاد كيبدا يطلع النهار. كي غادي الدولة، ولكن الدولة مالهاش تحيدها والفواتها مالهاش تحيدها. هما كيقول لك عندهم القضية في توقيات مع أوروبا وداك الشيء ما عرفتش. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذه الساعه الاضافيه اللي غادا تدخل ان شاء الله يدخلها بالصحه وطولة العمر والعافيه. اليوم انا تنقول لكم راه مشكل كبير بانه غادا تزاد الساعه، راه ما عندها حتى شي هدف، ما عندها حتى شي نتيجه. غادا تخربق لينا النمو ديالنا ديال النعاس، غتخربق الدراري الصغار اللي تيدخلوا مثال تيدخلوا للمدرسه، غيولي الانسان ينوض في الظلام، يولي الانسان ما مشكل كبير. والوليدات الصغار راك عارف خاصهم مساكن ينعسوا واحد الوقت ديالهم ديال 10 سوايع ولا 11 ساعه ينعسوها زوينه. دابا الوليدات غيتخربق لهم النمو
النمو ديالهم النعاس. دابا الدري كاين اللي تيمشي مع 8 غيولي تعود ضربوا الفيقه مع 6 ونص الصباح، غيولي هذا الوليد الصغير ولا هذه البنيه غتولي تعاني من مشاكل كثيره، ما غيبقاوش ينعسوا هاد الوليدات حتى النمو ديالهم ما يبقاوش، ومن يدخلوا للمدرسه ما غيبقاوش التركيز ما غيكونش عندهم. علاش؟ هاد الوليد ما خدش حقه في النعاس. اليوم انا تنطلب من الناس ديال الدوله والناس ديال الحكومه يحاولوا يحيدوا عنا الساعه، يخليو لنا الوقت عاديه، حنا 8 هي 8 7 هي 7 6 هي 7، هذا الشيء ديال الله عز وجل. انا تنطلب من الناس المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين خليو ما عندنا ما نديروا بهذه الساعه، حيت غادا تخربق لنا الحياه ديالنا كما تنقولوا بهذا المصطلح. واش دابا انت مثال تتفيق مع 7 غتولي تفيق مع 6 كي ما عندها حتى شي معنى وما عندها حتى شي تركيز وما عندها حتى شي حاجه اللي غادي تكون بالنسبه للمواطن، وما غتكون عندها حتى شي افاده بالنسبه للوليدات اللي مقبلين على اليوم الاثنين ان شاء الله باش يدخلوا للمدارس ديالهم، غيكون عندهم واحد التخربيق اللي ماشي هو في المستوى الكبير. وشكرا.